لاعب قرر ما يسافرش مع فريقه في مهمة رسمية، قفل موبايله والفريق اضطر يسافر من غيره. إدارة ناديه تعاملت بشكل طبيعي جدا، غرامة مالية كبيرة وصلت لمليون وخمسمائة ألف جنيه وإيقاف عن التدريبات لفترة محددة. لحد هنا الموضوع واضح ومفهوم، لاعب أخطأ وناديه عاقبه. الغريبة بقى مش في العقوبة، الغريب في حالة الهلع اللي حصلت بعدها. فجأة اللجان اشتغلت وروايات طلعت من تحت الأرض، مرة عيان، مرة المتحور، مرة انزيمات الكبد، ومرة عنده ظروف أسرية ومراته اتخانقت معاه وسابت البيت ومشي، مرة ضغوط نفسية، ومرة مشاكل كبيرة محدش عارفها. كل شوية مبرر جديد وكأننا بنتكلم عن حد مستحيل يغلط، مع ان الصورة قدامنا مباشرة وبسيطة. قرار خاطئ واتاخد ضده إجراء. انما فكره ان في جهات بتتعامل مع بعض اللاعبين كانهم فوق الخطا ولازم ندور ليهم على اعذار حتى لو مفيش، هي المشكله الحقيقيه. مش كل غلطه محتاجه قصه دراميه، احيانا الغلطه بتكون غلطه وخلاص. نبدا فيديو النهارده بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. انزل ادعم الفيديو بلايك وشير، اشترك في القناه، ويلا بينا على اول الاخبار. زي ما كلمت حضراتكم من ايام، ممدوح عباس هو السبب في حل ازمه محمود بن طيب. اخر التطورات بتؤكد اللاعب اللي فسخ عقده بالفعل بسبب عدم حصوله على مستحقاته تراجع عن الامر بعد جلسه جمعته هو ووكيله بممدوح عباس. ممدوح عباس سيتكفل بتحمل القيمه الماليه المتبقيه في عقد محمود بن تايج مش لنهايه الموسم، لا، حتى نهايه العقد، في خطوة تهدف إلى إنهاء هذا الملف تماما دون تحميل النادي أي أعباء إضافية. هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي للحفاظ على الاستقرار داخل النادي وتجنب الدخول في أزمات مالية أو قانونية جديدة مع اللاعب. طبعا القصة يعني أصبحت صعبة. إحنا معانا مجلس إدارة مش قادر يوفر لا جنيهات ولا دولارات، لا قادر يدفع مستحقات لا لعيبة مصريين ولا لعيبة أجانب. والله أعلم النادي رايح فين. في الدقيقة اللي جاية دي هقول لحضراتكم كل تفاصيل قصة أزمة محمد عواد، لأن بكل أسف سمعت وشفت كم من الكلام والتدليس صعب جدا جدا جدا، وناس دخلت أشخاص بره القصة من الأساس، وناس ادعت أمور ما حصلتش. فكل ما يخص أزمة محمد عواد، إن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال كان عنده رؤية واضحة للمرحلة اللي جاية، خصوصا مع ضغط المباريات. احنا داخلين على فترة هنلعب ماتش كل 3 ايام، انخفاض معدلات اللياقة البدنية عند بعض اللاعبين وكثرة الإصابات العضلية كانوا سبب في قرار بسياسة التدوير في كل المراكز، وده بهدف تجهيز أكبر عدد من اللاعبين للفترة الصعبة اللي جاية. بعد مباراة المصري، كابتن معتمد جمال عقد جلسة مع محمد عواد وسيف الجزيري وشيكو بنزا وبزيرة، وأبلغهم إن هم الأربعة هيكونوا على دكة البدلاء في مباراة بتروجيت، وإن التدوير هيستمر حسب احتياجات الفريق. كل اللاعبين تقبلوا القرار بروح احترافيه الا محمد عواد اللي زعل جدا واعتبر ان القرار محاوله لابعاده عن الفريق، وقال للجهاز الفني انتوا كده عايزين تمشوني من الزمالك. طبعا محمد عواد واخد في دماغه الكلام اللي اتقال عليه من بدايه الموسم ان الزمالك فعلا عايز يمشي. التوتر زاد وعواد رفض ينزل الميران الاخير قبل المباراه، وده اللي خلى الجهاز الفني يقرر استبعاده تماما من قائمة اللقاء مع توقيع عقوبة مالية عليه وفقا للائحة. بعد مباراة بتروجيت، عواد نزل دعم علني للكابتن معتمد جمال على صفحته، ووضح انه كان في سوء تفاهم في الموقف وان هو هيتقدم باعتذار للجهاز الفني. من جانبه الكابتن معتمد جمال قرر الاكتفاء بالغرامة المالية واحتواء الموقف حرصا على استقرار الفريق في الفترة اللي جاية. الخلاصة، الأزمة انتهت داخل جدران النادي، والتركيز دلوقتي على دعم الفريق والجهاز الفني، لأن المرحلة اللي جاية محتاجة كل لاعب في الفريق، وجمهور الزمالك دايما واقف ورا الفريق. تحدث ناصر منسي مهاجم الزمالك بتصريحات حول مصيره من الاستمرار أو الرحيل في ظل أحاديث عن رحيله إلى صفوف المصري البورسعيدي وعروض قوية من النادي البورسعيدي. ناصر منسي ومن خلال تصريحاته أكد أنه يرفض كل العروض ويتمسك بالاستمرار في الزمالك، وأنه أبلغ مسؤول الزمالك بهذا القرار،
وتابع أنه سيواصل مشواره مع الأبيض لمزيد من الأهداف التي تقود الفريق للألقاب. هو ينال ثقة كبيرة من الجهاز الفني، سواء الجهاز الفني الحالي أو السابق أو قبل السابق. طبعا ناصر منسي من نوعية اللعيبة الطيبة، يعني عارف تحسه عبد الحليم علي في نفسه كده، لاعب هو شايف ان هو في نعمة كبيرة جدا جدا بتواجده داخل نادي الزمالك. راجل مش بتاع شكاوى ولا أزمة مستحقات ولا هيروح يجرجرنا في الفيفا ولا أي حاجة من ده كله. فأعتقد وأتمنى من كل قلبي إن ناصر فعلا ما يمشيش وما يسيبش الزمالك. موقف إدارة الزمالك الأخير من رحيل التونسي أحمد الجفالي. إدارة الكرة في نادي الزمالك قررت رحيل اللاعب وعدم إعادته للفريق بعد فسخ تعاقده مع أبها السعودي. نادي الزمالك شهد خلال الساعات الماضية تحفظ واضح من جانب إدارة الكرة، طبعا بقيادة جون إدوارد، على فكرة عودة التونسي، واعتبر جون إدوارد أن هذه العودة تمثل مخاطرة كبيرة حاليا. ابتعاد اللاعب عن المشاركة بالمباريات لفترة طويلة أثر بشكل سلبي على جاهزيته الفنية، وهو ما يقلل من جدوى عودته والاستعانة به. إدارة الكرة في نادي الزمالك بتخشى أيضا تكرار سيناريو الإصابات مع اللاعب، لا سيما لسجله الطبي المقلق، وهو ما قد يفرض ضغوط إضافية على الجهاز الطبي في الفارس الأبيض. إدارة الزمالك بدأت بالفعل البحث عن عرض مناسب لتسويق التونسي، سواء في الدوري المصري أو عبر أحد الأندية الخليجية. يبحث الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال إمكانية ضم عبد الله السعيد نجم خط وسط الفريق إلى قائمة الأبيض لمواجهة المصري البورسعيدي. يأتي هذا بعد تعافي اللاعب من الإصابة التي كان يعاني منها بتمزق في العضلة الخلفية، والتي أبعدت عبد الله السعيد عن المشاركة مع الفريق الأبيض خلال الفترات الماضية، حيث بات اللاعب جاهز من الناحية الطبية للعودة للمشاركة مع الفريق. نية داخل الجهاز الفني لفريق كرة القدم بقيادة معتمد جمال الدفع باللاعب نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط الفريق في المباراة القادمة أمام المصري بشكل أساسي، خاصة مع احتمالات غياب اللاعب محمد شحاتة بسبب الإصابة اللي تعرض لها خلال مباراة بتروجيت في الدوري. جاهزية دونجا من الناحية البدنية والفنية أصبحت كاملة وجاهز للمشاركة. شارك في دقائق خلال مواجهة بتروجيت الأخيرة في الدوري. تم إعداد اللاعب جيدا وبات جاهزا للعودة لقيادة خط وسط الأبيض خلال المباريات القادمة. رجوع دونجا هيفرق بشكل كبير جدا. رجوع دونجا هيعني عدم التعجل في عودة محمد شحاتة. رجوع دونجا هيعني عودة محمد إسماعيل لشغل مكانه الطبيعي. استقر معتمد جمال المدير الفني للزمالك على استمرار الاعتماد على الظهير الأيمن محمد إبراهيم لاعب الزمالك الشاب في التشكيلة الأساسية للفريق خلال المواجهة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي. بيحظى محمد إبراهيم بثقة كبيرة من المدير الفني، والذي يرى أنه يقدم أداء مميز في الفترات الأخيرة، مما دفعه للاعتماد عليه بشكل أساسي. اللاعب الشاب أثبت قدراته الفنية والبدنية خلال مشاركاته الأخيرة، وبرز كأحد أفضل العناصر المؤثرة. معتمد جمال يرى أن محمد إبراهيم أصبح قادر على تحمل المسؤولية في مركز الظهير الأيمن، خاصة في ظل الاستقرار الذي يقدمه داخل الملعب. هذا القرار يأتي حتى مع تعافي عمر جابر، والذي لا يزال بعيد بعض الشيء عن الجاهزية البدنية والفنية الكاملة بعد فترة الغياب، مما يصعب مشاركته في اللقاء. ولهذا يفضل الجهاز الفني للزمالك عدم المجازفة بعمر جابر في هذه المرحلة، والاعتماد على لاعب جاهز رجله في الملعب في الفترة الأخيرة. معتمد جمال بيكثف جلساته مع محمد إبراهيم خلال الفترة الحالية لتجهيزه بشكل كامل لمواجهة المصري ومنحه الثقة اللازمة. أوضح أمين صندوق الزمالك الدكتور حسام المندوب أنه لابد أن يعلم الجميع أن إدارة النادي تواجه تحديات كبيرة وأزمات متلاحقة. من السهل أن نترك المعركة وسط الأزمة، ولكن الصعب أننا نثابر ونصبر ونواجه التحديات. بطمن الجمهور بحدوث أمور جيدة خلال الفترة القليلة المقبلة. وأشار إلى أن معتمد جمال المدير الفني الحالي للفريق واحد من أخلص أبناء النادي، يقوم بدوره دائما على أكمل وجه، وتم تجديد الثقة فيه، وهذا أمر يخص المسؤولين عن الكرة. رئيس القلعة البيضاء ونائبه هم المسؤولين عن ملف الكرة، وبالتالي الحديث عن أزمة فك القيد وموعد حلها، لكن أؤكد أنه موجود أفكار وخطوات
سيعلن عنها قريبا. وأكد على عدم وجود أي خلافات مع جون إدوارد المدير الرياضي. بعض الأوقات هناك خلافات أو اختلافات في وجهات النظر، ولكن الأمر لا يصل إلى حد الأزمات. ممكن كمجلس إدارة نختلف فيما بيننا ببعض الأمور، هذا أمر طبيعي وصحي، ولما بنخرج من قاعة الاجتماعات بنتفق على قرار. قرر مجلس إدارة نادي الزمالك توفير حافلات خاصة لنقل جماهير الأبيض إلى ملعب استاد السويس الجديد، وذلك لدعم الفريق في مباراته أمام المصري البورسعيدي مساء الأحد القادم في الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية على ملعب استاد السويس الجديد. الحافلات سوف تتحرك في 1:00 عصر يوم الأحد المقبل من أمام بوابة 5. يشترط لكل مشجع تواجد بطاقة فان اي دي وتذكرة المباراة من أجل تسهيل إجراءات الدخول إلى ملعب اللقاء. الزمالك طبعا بيتواجد في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ويسعى للفوز لتخطي المصري المتصدر كي يعتلي صدارة المجموعة. كشف مصدر مقرب من مؤمن زكريا لاعب القطبين السابق آخر تطورات الموقف بخصوص الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الساعات الماضية، حيث تعرض لوعكة صحية وصفت بالشديدة. ليتحدث مصدر عن الوضع الصحي الحالي. وأكد المصدر أن الحالة الصحية لمؤمن زكريا مستقرة في الوقت الحالي عقب تلك الوعكة الصحية. وأوضح أن اللاعب غادر المستشفى بعد خضوعه لفحوصات طبية لازمة، وذلك عقب الاطمئنان الكامل على حالته الصحية. بيتواجد مؤمن زكريا حاليا في منزله ويخضع للراحة والمتابعة الطبية وسط حالة من الدعم والاهتمام من أسرته ومحبيه. تلقى اللاعب العديد من رسائل الدعم والدعاء من الجماهير، سائلين الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل وأن يطمئن قلوب كل محبيه. في أخبار كتير انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية عن تفاوض من نادي الاتحاد السكندري مع لاعب سلة الزمالك يوسف رفعت. نفى حازم الرجال أمين صندوق نادي الاتحاد السكندري والمشرف على ملف كرة السلة صحة كل الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية عن مفاوضات مع يوسف رفعت لاعب الزمالك. وأكد حازم الرجال أن ما تم تداوله في بعض التصريحات الصحفية بخصوص هذا الأمر غير صحيح. الاتحاد السكندري لم يفاوض اللاعب، وشدد على أنه لم يدلي بأي تصريحات تتعلق بهذا الملف، مطالبا بضرورة تحري الدقة فيما ينشر عن النادي. واختتم حازم الرجال حديثه بالتأكيد على أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية فقط عند تناول الأخبار الخاصة بنادي الاتحاد السكندري لعدم نشر معلومات غير صحيحة. وفي النهاية بشكر كل حضراتكم على حسن المتابعة والاستماع، مع وعد بتجدد اللقاء. تقبلوا تحياتنا، مؤمن شلبي ومحمود فاروق من قناتكم كرة كل يوم مع مؤمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.